اهلا بحضراتكم في بودكاست جديد. النهارده بنحييكم من نادي اليخت على نهر النيل العظيم، ومعانا استاذنا العظيم الدكتور محمد ابو ليلى، احد رواد صناعه الطباعه في مصر. الحقيقه تاريخ طويل جدا جدا. دكتور محمد يستحق مننا يعني كذا بودكاست، لكن النهارده كده في عجاله شديده. اهلا بحضرتك يا دكتور. عايزين يعني نسمع من حضرتك من أطرف القصص عن الطباعة ودراسة حضرتك في الكلية الأم. ده يسعدني طبعا. أنا كان لي الشرف إن أنا أدخل كلية الفنون التطبيقية في الخمسينات، في أواخر الخمسينات من القرن الماضي. عمر طويل قضيته في المجال ده. ولما كان القسم عندنا كان اسمه قسم التصوير الميكانيكي، ما كانش فيه مجال الطباعة، وكنا بنشتغل مفيش افلام بطريقه الكلودي من رطب. وهحكي حكايه لطيفه قوي حدثت، وكنت هدفع ثمنها غالي جدا يعني، عشان ما كانش فيه تايمر ولا اجهزه. فكان الدفعه اللي قبل مننا وهي في التخرج بتستعين بحد من الصف الثاني عشان يبقى هو الميقات الوحيد ليها. فكان معايا الله يرحمه الدكتور رشدي فؤاد جرجس، كان من خيرة الناس اللي عملت في مجال الطباعة. كان سابقني بسنتين واختارني عشان اساعده في المشروع التخرج. فانا كنت واقف التايمر بتاعه، معنى ان كنا بنشتغل على الكلودي مفيش افلام، فبيحط الازاز في الميه، فبعمل له تكه، وبعدين يحطه في المصر يعمل له تكتين، وبعدين في المثبت ثلاثه، وبعدين اضرب بكفي يبقى خلاص يشيل ويحطه هنا. ده حضرتك واقف بره وهو في اوضه ضلمه جوه، ضلمه مش شايف. والكلوديوم ده عشان الناس تعرف بدل الفيلم هو كان ازاز، لوح ازاز عليه الحساس. فهو بيشتغل بعد ما خلص لقيته خارج بيعيط وجيب في ايه؟ قال لي المشروع كله كسر ازاي؟ فلقيته كان حاطه على المكتب. فاحنا كان الازاز اللي يبقى مشروخ شويه ولا حاجه فبنكسره. فقلت له لا، ده اللي كسره فلان ده كان اخو استاذ في الكليه معانا ورئيس قسم ورئيس القسم تقريبا يعني. وبعدين فخدوني ودوني للعميد. العميد كان من العائله المالكه يعني. فالمهم حكيت له الحكايه، قال لي اوعى الكلام ده مش عايز اسمعه تاني لما تيجي اللجنه، لان انت هتودي نفسك في داهيه. قلت له طب والراجل ده؟ قال لي هنحاول نحلها له بس انت مالكش دعوه. قلت له طيب. فجت اللجنه، انا ما قدرتش اخالف ضميري، فحكيت للجنه كل اللي حصل. فراحوا واخدين عينات من الازاز المكسور واعتبروها المشروع وتخرج رشد. فاول ما اتخرج واشتغل في شركه المحله، لقيته جاي بيحضني وبيبكي، يقول لي طب انت هتعمل ايه في اللي هيجرى لك؟ قلت له مش هيجرى لي حاجه باذن الله. قال لي لا مش هيسيبوك يعني. وبعدها مفيش اسبوعين فوجئت ان انا راصد في الفرنساوي. اللغه دي كانت استثنائيه، بس ما كانش اياميها في عندنا لا في جامعه ولا كنا تبع التعليم العالي، واللي يسقط في ماده بيعيد السنه. وانا كان ظروفي الحمد لله ما عدتش ولا سنه خلال دراستي. قعدت ابكي مش عارف اقول ده ليه، وخايف اقول لهم يعني مش عارف اتصرف يعني. وقعدت ساكت كده وادعي لربنا بس انه يسترها معايا. فوجئت بعد 10 ايام جه واحد من الكليه الشايب كان اسمه، ويقول لي هو انت بلغت حد في الوزاره؟ قلت له لا. قال لي ده هم لغوا الموضوع ده فرنساوي اتعمل ترم. هو مش الدكتور كامل ليلى قريبك؟ قلت له ده ابن عم ابويا، بس والله ابويا حتى ما يعرف اللي جرالي ده. فوجئت ان ايه اتعمل امتحان في يناير عشان الفرنساوي ده، لان الاستاذ بتاع اللغه الفرنسيه في الكليه اقصى 100 يمين ما فيش ولا واحد في 200 الدفعه كلها رسم، واللي كان ماسك اللجنه للاسف كان هنا. فالمهم عدت الحكايه على خير، وامتحنت بتاع ورجعوا لي التقدير بتاعي، وخدت ال4 جنيه ونص اللي كنت باخدهم عشان التقدير. والحمد لله عدت على خير، وبقينا اصدقاء قوي. هو حاسس ان ده جالي من المحل مخصوص عشان يبارك لي ان انا عديت على خير.
اتخرجت هو جه عمل مشروع وبقينا نتعاون سوا مع بعض ونشتغل. فترة دراستي في الخارج ربنا وهب لي اتنين. رحت سكنت عند واحدة ست كنت بعتبرها أمي كان في انهي مكان يا دكتور؟ الدولة؟ في منشن في ميونخ. ميونخ. فكنت بعتبرها أمي. كان عندها أولادها متجوزين في السامستاج يوم الأجازة يعني تاخدني معاها عشان أشوف الولاد كأن أنا واحد من أولادها. فما حسيتش بالغربة خالص. وكان لي في أستاذ أنا بقيت حاسس ده أبويا موجود وأمي موجودة معايا. وفجأة بعد ما رجعنا لقيت اتصال بيقول لي أنا جاي. فرحت قوي. قلت الراجل كلمت والدي قلت إني أحتفل بالراجل الأستاذ ده لأنه عمل معايا عمايل ما تتصلش. فلما جه قابلته في المطار واستقبلته وبعدين قال لي لا أنا مش جاي أتفسح تعمل لي زيارة ده أنا جاي في واحد عندكم اسمه عزيز باشا صدقي وزير الصناعة ده كان أول وزير الصناعة في مصر هينشئ مراكز للتدريب المهني. فالمهم قابلته وفرحت. قال لي انا عايزك تشتغل معايا. قلت له ده انا ليا الشرف وانا بقى في الحد ده لسه يعني ببتدي حياتي. يعني انت هتبقى معايا بس وريني عايزين نروح العنوان بتاع عزيز باشا صدقي. كانت وزاره الصناعه جنب مصلحه الكفايه الانتاجيه زمان في شارع الدق شارع التحرير يعني. فرحت قعدت مع السكرتاريه بره لغايه ما قابل الوزير. بعد ما قابل الوزير خرج نداه لي دخلت سلمت عليه قلت له ده انا عمري ما شفت مدير اداره قابل وزير. فراح خدني معاه عشان ننشئ مراكز طباعه في مصر. ابتديتوا بأنهي واحدة يا دكتور؟ امبابة ولا اسكندريه؟ اسكندريه لامبروزو. بس اسكندريه كانت ايه على مكان موجود اساسي. انما مركز الطباعه اتعمل الديزاين بتاعه زي المركز اللي في منشن بالظبط في ميونخ بالظبط. يعني كانت بانه مخصوص لهذا الغرض يعني. فطبعا انا ذهلت جايبين اجهزه وجايبين معدات حاجات للاسف شيء ما كانتش موجود عندي في القسم. كان القسم عباره عن تصوير ميكانيكي بس. فكان معايا الله يرحمه الدكتور امين شعبان من احسن الناس اللي اتخرجت واحسن المخلصين طبعا اللي كانوا موجودين. دكتور امين كان دفعة حياتك ولا قبل حضرتك؟ لا قبل بسنه. حضرتك اتخرجت كام يا دكتور؟ 62 63. احنا دخلت في الخمسينات دخلنا 57 كليه. طبعا المفاجاه ان انا الدكتور امين كان لسه معيد وكنا بقى بنحول قسم التصوير الميكانيكي الى الطباعه بقى. فابتديت اجيب الناس الطلبه الخريجين بتوع الكليه اللي قصدي اللي بيدرسوا يحضروا العملي في المركز الطباعه اللي ما كانش موجود فيه حاجه. المطابع الامريه نفسها ما كانتش موجوده. كانت زمان في المطبعه القديمه في بولاق. والمبنى الجديد هيتعمل وعايزين يشوفوا المكن الجديد اللي جابوه المركز ده. فكان ده الحاجه الوحيده المضيئه في مصر. كل الناس بتيجي عشان تدرس وتتفرج على المركز ده. جينا اشتغلنا ابتدينا نشتغل في المركز وعملنا شغل حلو ونتائج كويسه وابتدت المركز البضاعه الامريه هتتنقل. فبالصدف برضه جات المبنى جنب مركز الطباعه. فقالوا حل الاثنين. جاب واحد له اسمه علي سلطان وده كان اول واحد يدخل المطابع الامريه مش في المجال بس كان عليه انتظام وروابط مش عايز اقول مرعبه اكتر من مرعبه. هو اللي سبب الفضل كله في المطابع الامريه علي سلطان ده. وكان معاه واحد مساعد اسمه عبد الفتاح الكليسلي من الناس اللي انا كنت سعيد بيهم قوي واللي دخلناهم الكليه عندنا. هو عمل كتب عن الطباعه. وجه الطباعه عندنا حصل خليته يمارس المهنه لان كان ممتاز. بس هو بقى ايه مش فتوه زي علي سلطان. فكان علي سلطان هو السند الوحيد في المطابع الامريه عشان يعمل. فجه المركز بعد كده انضم اليهم. ابتدينا نشتغل على هذا الاساس. يعني قعدنا نكافح هنا ونكافح هنا. وكان رشدي فؤاد الله يرحمه برضه ما سابناش بقى. يعني عمل مركز للتصوير على احدث حاجه. ابتدينا نتعاون معاه ونفتح الكليه لاي حد عايز. كان
يعني كان جنبنا بربريان وكان في فنديان، كان الناس في مكان الطباعه حلوين قوي، فكانوا بيجوا برضه يتعاونوا معانا ويشوفوا المكن الجديد اللي اتركب في مركز طباعه. المركز ابتدى طباعة بارزة ولا اوفست؟ لا طباعه، طباعة بارزة الاول؟ يعني طباعه اوفست، اوفست، كليشيهات تمام. وتصوير ميكانيكي. كان 3 سنين المركز، كان 3 سنين. كان 3 سنين بعد الاعداديه. حضرتك ليك قصة مشهورة ان اول مرة لونت الصورة لاحدى الفنانات الجميلات كانت سندريلا السينما سعاد حسني. فدي برضو حاجة مهمة لازم صورة نشوفها. ابيض واسود، واحنا اختلقنا الالوان، تخيلناه وعملنا الافلام على لدرجه لما جيت وديت لها النسخه بتاع المجله، قالت لي انا ما عنديش الصوره دي، طب هاتها لي. قلت لها لا دي ما كانتش الصوره دي، احنا اللي صورناها، احنا اللي عملناها. دي كانت قصة مشهورة جدا. قالت وبعدين برضو يا دكتور حضرتك مسكت فترة مطابع مجلس الشعب عشان المضبطة وكده، انا يعني ربنا اكرمني واليونسكو. مجلس، عملت مطابع مجلس الشعب. وبعد ما عملت مطابع مجلس الشعب فقالوا لي طب ازاي انت تبقى تبعنا وما تعملناش مطبعه؟ فابتدينا نشتغل نعمل مطبعه في مجلس الشورى. يعني عملنا دي ودي، واحنا بنشتغل رحنا دار الشعب. دار الشعب ابتدينا نطور فيها وعملناها، كانت عباره عن جورنان بس، جريده المصري زمان، وعملوها جورنان الشعب. ابتدينا نطور على اساس المعلومات اللي بتجيلنا واللي بنقدر نحصلها من الناس. واللي كان ليهم فضل الحقيقه عليا ما اقدرش انكر، الارمن عملوا معانا شغل لا يمكن الواحد يوصفه. فكان هم الاجنحه المضيئه اللي موجوده في المطبعه في مصر، فكنا بنستعين بيهم وابتدينا نشتغل. والمركز خرج دفعات كثيره، يعني مش عايز اقولها، يعني كانت معظم القيادات في المؤسسات الصحفيه كانوا خريج المركز. فكان الحمد لله ربنا وفقنا. حضرتك عملت سلسلة من الكتب والمناهج هناك كتيرة. عملت مناهج جديدة، عملت لهم كتب، وكنا على طول بنطور، يعني كل السنوات اشتغلنا عليها، وكان الحقيقة حاجات يعني غاية في الجمال. فقدرنا نعمل ده ونطور ده عشان نقدر نوصل للي احنا وصلنا له دلوقتي. الكلام ده مر عليه أكتر من مش عارف أكتر من 65 سنة. ربنا يدي حياتك الصحة. الحمد لله. يعني عايزين قبل ما ننهي عايزين نبذة عن سرس الليان. في الفترة دي لقيت اليونسكو بيطلبوني عايزينك في زيارة، فرحت في سرس الليان مركز اليونسكو. ده المركز المسؤول عن الشرق الأوسط، عن الدول العربية كلها. فقعدت معاهم وعملنا لقاءات، كان لقاء كده، قالوا لي طب ما تعمل لنا مطبعة، احنا عايزين مطبعة. قلت لهم طب يعني مطبعة عشان تخدم المنطقة هنا؟ قال لي لا، دي هتخدم الدول العربية. احنا عايزين مطبعة عشان احنا لينا فروع في كل دولة عربية، فيبقى المطبعات تتعمل تحت سيطرتنا يعني. واي حاجة انت عايزها مباحة، مفيش بقى مشكلة اصل غالية اصل ميزانية، لا، معاهم الميزانية بالعملة الصعبة. ففي فترة قصيرة جدا قدرنا نعمل مطبعة اليونسكو. وكانت المطبعة دي مش عايز اقول لحضراتكم، يعني انا كنت فخور بيها قوي، لان بقت الدول العربيه كلها اللي عايز ياخد دوره تدريبيه يجي لنا في اليونسكو في سرس الليالي نعمل الدورات، وبعدين اللي عنده مشكله نتنقل له ونروح له. لكن هو ما يشتغلش غير تحت سيطره سرس الليالي اللي هي المطبعه الرئيسيه بتاع اليونسكو. انا زرتها الحقيقه، حاجه تشرف بصراحه، حاجه جميله جدا، وكان فيها يعني مكان للسكن المتدربين زي فندق بكل حاجه جميله بصراحه، مشرفه يعني. الخبراء كانوا يجوا يدرسوا ونعمل محاضرات هناك ويسكنوا في قلب المكان، في مكان للخبراء، مكان للمساعدين، مكان حتى بتوع المطبعه اللي من بره ليهم سكن اكل وشرب وكل حاجه. لغايه دلوقتي المركز طبعا ما تعرفش للاسف يعني بقى تذكار دلوقتي، ما بقاش زي الاول يعني. الحقيقه بعد العمر يعني ربنا يدي لحياتك طولة العمر وتعمل اكتر واكتر، لكن انا عايز اقول للساده المشاهدين انه بعد التاريخ الطويل ده خالص من 5-6 سنين حضرتك عملت حاجه طفره كبيره ما حصلتش في السودان،
حضرتك اقترحت على مطابع العملة حاجة بصراحة يعني كانت جميلة، ان مطابع العملة فيهم عمال كبار في السن عندهم خبرات رهيبة، بس ظروفهم ما خلتهمش انهم يدرسوا يعني او يتدربوا. فالدكتور عمل فكرة حلوة جدا ان يعوض سنين الخبرة كأنها مؤهل، بحيث انهم يقدروا ياخدوا المناصب الاعلى وياخدوا المرتبات الاعلى. الحقيقه كانت حاجه يعني انا عشرت الدكتور فيها، اتعلمت كتير وفخور ان كنت جزء منها. وناس هناك مش عايز اقول لكم الناس عملوا ايه في الدكتور، يعني كانوا بيقطعوه من الحب، والاداره اقتنعت وعملتها صراحه. اليونسكو دي عملنا شغل فيها كان حلو قوي، وكان الواحد فخور ان هي روح الدول العربيه. يعني لما كنت اروح اي دوله عربيه زياره يقول لي مش انت اللي كنت بتاع اليونسكو الله انت عندكم مطبخه، احنا عندنا. عملنا، وصلنا في الكويت، عملنا في السعوديه، في الرياض وفي جده، وعملنا في الامارات. يعني عملنا الحقيقه في حاجات حلوه قوي. وفي ليبيا عملنا شغل كبير قوي، في طرابلس بالذات عملنا مطبخه حلوه قوي يعني. دكتور محمد طبعا مع كل الطباعة دي برضو ما ننساش انه ليه موهبة خطيرة وهي الكتابة الصحفية، وكان صحفي مرموق وصحفي شقي مع النجمات الجميلات للسينما المصرية والعربية. الحقيقة احنا بنشكر حضرتك يا دكتور محمد على الجلسة الجميلة دي، وان شاء الله يعني هنطلب من الاساتذة ان شاء الله يبقى فيه لقاءات اخرى، لان قصص حضرتك كتيرة. طبعا دكتور محمد مساهم في المجله تكنو برينت هاب معانا، ودكتور محمد ليه كتب كتيره، من اهم الكتب اللي هي حكاوي مطبعجيه دي، يعني ان شاء الله يبقى ليها بودكاست مخصوص للكتاب ده ان شاء الله. هو كان السعوديه السودان الطبعه الامريه كانت نزلت جزئين من الكتاب، وفي جزء ثالث ان شاء الله هي اللي نزلتهم بعد ما مطبعه الامريه هي اللي نشرت الكتاب يعني. ونشكر حضرتك يا دكتور محمد، ودايما ربنا يخلي حضرتك لينا، نتشرف بحضرتك دايما ان شاء الله. وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا.